اصل ابراهيم بايع كليته والكلام ده طبعا مش صح. اخر مسح زري معايا ابراهيم كان الورم اصلا داخل فيه الكلى والكبد، وكان باين جدا اصلا في مم. المسح الزري، وهو ما كانش في الشارع ولا كان بيتعالج في البيت، ده كان بيتعالج في مستشفى عسكري. لكن فرحت. قبلها إبراهيم ما كانش عنده أي حاجة ولا دخل عمليات ولا الكلام ده كله، عشان هو أنا نشرت بالفعل المسح الذري ده. كان التعليقات إن هو عمل العمليات التبرع دي قبل المسح الذري وقبل الإصابة. لا طبعا لا، هو ابراهيم اصلا عمره في حياته ما عمل اي تبرع ولا اي حاجه. هو في بدايه تعبه كان بيتمرن عادي وكان دنيته كويسه، جاله تعب زي تعب البواسير كده، فروحنا للدكتور الله لا يسامحه، قال ان مم. العمليه دي ان هو محتاج يعمل عمليه البواسير وهيبقى اه. كويس وكده، فدخلنا عملنا العمليه بتاعه البواسير على اساس ان هو يبقى كويس. مم. بعد كده طبعا فضل ينزف ينزف نزيف شرج شديد، مم. فضلنا نلف على دكاتره كتير، رحنا لدكتور وائل جبريل اللي في مدينه نصر. مم. رحت له، كان راجل محترم طبعا، اول ما شافه قال لي بصي انا مش شايف ان ده طبعا الوضع اللي بتحكي فيه ده مش بواسير خالص، لازم نعمل اشعه على المستقيم. فروحنا مم. عملنا اشعه على المستقيم، بينت ان في ايه، نسور وفي ورم ورا فتحه الشرج. وان الورم ده طبعا لما حصلت عمليه بقى الورم شكله مش كويس. مم. فطلب مننا ان احنا نروح لدكتور اشرف امين نعمل عنده